هلو انا دكتور خالد سرحان. الفيديو ده عن اسئله للعيانين دخلوا سالونا في الصف. طبعا في سؤال هنا عندنا: هل عمليه زراعه الشعر مؤلمه او بتسبب صداع او دوخه او ورم في الوش؟ بصوا طبعا يا جماعه، احنا عمليتنا بنشتغل فيها تخدير موضعي، ومع التخدير الموضعي احنا بنزود في الراس محلول للميه. فلو هنتكلم بالبدايه عن ورم، فاحنا ممكن يبقى في ورم بعد العمليه، وده نتيجه انه احنا بنحقن المخدر مع سلاين. محلول السلاين ده بعد ما نحقنه في الراس يحتاج بعد العمليه انه يخرج من الجسم، فممكن للامانه يحصل فيه تورمات بسيطه. فعشان كده احنا بعد العمليه فورا بندي للعيان ادويه خاصه لمضاد للورم. ف50% بصراحه في عيانين بيبقى في عندهم تورمات، و50% لا، على حسب طبيعه الجسم. ولكن لو حصلت تورمات خلال من اول يوم العمليه الى 3 ايام بالكثير، بتلاقوا الورم ده خف كله وخلص من الجسم. هنشوف موضوع الصداع او في الم. طبعا ما فيش الم طول العمليه، واحنا بنشتغل ل 12 ساعه او عدد ساعات العمليه اللي بنشتغل فيها، بيكون المنطقه اللي احنا بنشتغل فيها متخدره تخدير موضعي، فما بيحسش العيان باختطاف بصيلات او بزراعه الشعر من اولها لاخرها. طيب السؤال الثالث بيقول: هل في صداع بعد العمليه؟ للامانه انا بكتب مسكن بعد العمليه. ما فيش ابدا حد بعد العمليه او ثاني يوم العمليه اتصل وقال لي انه انا بعاني من صداع كبير او بعاني من الم. الحمد لله عمليتنا ما فيهاش الم ولا فيها صداع. ممكن للامانه يحصل في تورمات، دي حاجه طبيعيه وتخلص بعد ثالث يوم.